خلينا نروح نقرب شويه، لان كان في كلام كتير امبارح على التحكيم وقياده الكابتن ابراهيم نور الدين والفار مصطفى مدحت واحمد صلاح لهذا اللقاء، ونصبح على كابتننا الجميل كابتن سمير محمود عثمان. صباح الفل عليك يا ابو الكباتن. صباح النور يا كابتن احمد، بصبح على حضرتك والساده المستمعين كلهم. نهارك ابيض ويومك جميل يا رب ان شاء الله. يا رب علينا كلنا باذن الله. كابتن سمير، يعني هل لك اي ملاحظات على مباراه الامس تحكيميا؟ تحكيميا طبعا شهدت تألق طاقم الفار بقيادة دكتور مصطفى مدحت حكم الفار. من وجهة نظري انا لو اديله جائزة افضل حكم فار هذا الموسم. اما بخصوص المباراة طبعا كان نجم اللقاء. امبارح كانت من وجهة نظري كان في فرصة تاريخية لابراهيم نور الدين يخش يعني التاريخ باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 13. كرة سهلة. لو السادة المستمعين يفتكروا الكرة امبارح كان لعيب نادي سموحة نجح في لعب الكرة، وبعد كده لعيب نادي الزمالك حاول يلعب الكرة، حتى لو لمس الكرة دعس على قدم لعيب نادي سموحة بشيء من التهور. لازم بيبقى فيه ركلة جزاء وانذار للتهور. علاوة فنيا انت هنا اول ما لعيب نادي الزمالك داس بقدمه انت منعت لعيب نادي سموحة انه ينقل رجله عشان يوصل للكرة اللي هو لعبها اصلا. فركلة جزاء سليمه. لو ابراهيم ما حسبهاش كان لازم حكم الفار نداه، وفعلا حكم الفار نداه وجاب له زاويه رؤيه ممتازه. قعدوا حوالي دقيقه ونص بيراجعوها، لكن القرار النهائي اللي حكم المباراه بعدم احتساب ركله الجزاء. دي الحاله الاولى. نعم. الحاله الثانيه حالة احتساب ركلة الجزاء لصالح نادي الزمالك هي حالة فنية يعني، وابراهيم من الحكام الخبرة. عندنا لعيب نادي الزمالك بيحاول يستخلص الكرة، ابراهيم كان قريب من الكرة احتسب ركلة جزاء، في حين ان ابراهيم المفروض في الكرة زي دي مش هقول يدي تحت فرصة يلاقي يبقى تأخير في الصفارة. ايه تأخير في الصفارة؟ اعرف نتيجة اللعبة، والله جت جول احتسب الهدف، ما جاتش جول تعالى نرجع للفار. طب لو الفار كان قال لا، وفعلا الفار قال لا، لما نيجي نشوفها الفار قال لا، عشان كده استدعى ابراهيم من كذا زاويه. ان انا من وجهه نظري اللي انا شفتها امبارح ما اعرفش الكوره جت في الايد ولا ايدي راحت بالكوره. ده الولد عمل شيب بسرعه من فوق راس لعيب نادي سموحه. رفع ايده، بس ما عنديش كاميرا اللي تؤكد ان الكوره جت في ايده. فبالتالي كنت اتمنى ابراهيم يمشي مع الاستدعاء بتاع مصطفى مدحت بعدم احتساب ركله جزاء. طيب دي كانت اهم حالات المباراه. طيب كابتن سمير، خليني اسالك، يعني كلنا بنثق الحقيقه في الكابتن ابراهيم نور الدين وهو الحكم رقم 1 في القائمه المصريه. سيبك من قصه ابراهيم، انا بتكلم على التحكيم المصري بصفه عامه. يعني ليه دايما عندنا نوع من انواع اهتزاز الثقه؟ يعني ما اللي انا اشوفه احسبه للزمالك لسموحه لاي حد، اللي انا اشوفه بحسبه خلاص وما عنديش ادنى مشكله. يعني ايه السبب ان انا يعني بيبقى في نوع من انواع الهزه كده يا كابتن؟ بص يا كابتن، انا بحب التحكيم طبعا، بغيور على اي حد يجيب سيره التحكيم حتى لو غلطانين، مش بحب حد يجيب سيرتها. امبارح الاسبوع اللي فات ابراهيم نور الدين عامل مباراه، هقول بقى زي ما انت بتقول ولا اروع. في الدوري التونسي ديربي تونسي عامل مباراه رائعه 90 دقيقه. ايه اللي حصل امبارح؟ انا ما اعرفش. ايه اللي حصل امبارح؟ انا ما اعرفش. انا عندي كلمه بقولها لاي حد بشوفه: حب نفسك اكتر. كل واحد لازم يحب نفسه في المباراه اكتر من اي حاجه تانية. من اي حاجه تانية. عندنا مشكله، انت بتلعب مباريات ممتازه بره، انت بتبقى داخل الدوري المصري بتعمل كابتن. يمكن انا براجع الكره بتاعت البنالتي تاني بتاعت امبارح بتاعت نادي الزمالك. انا شايف الكره في دماغ المدافع مش في ايده. ما انا ده الشرح اللي انا شرحته ما انا عارف، يعني انا بس قلت راجعها تاني يعني يعني جايه في الشرح، جايه في دماغه. يعني اللعيب رافع، انا لما ارفع ايديا ده مش مخالفه على فكره، لما امشي في الملعب رافع ايديا ما حدش امتى بقى اما الكره تيجي في ايديا يبقى انا مكبر جسمي. امبارح الكره بتاعت امبارح ما فيهاش ركله جزاء طبقا للصوره اللي انا شايفها. وانا بعيد تاني يا عم، انت لو شاكك اصبر لنتيجه اللعبه، عشان هنا انت ظلمت الزمالك في الكره دي على فكره. انت هنا سيب كره اللعيبه يمكن تخش جول، مظبوط. خلي بقى الفار يناديك. طب لو فار نفترض بعد ما كده قال لك الكره مش ركله جزاء وهي فعلا مش ركله جزاء، يبقى انت حرمت نادين يعني هدف. فانا بتمنى يعني، انا محمد فاروق انا مبسوط منه جدا. طلع لنا حكم ممتاز اسمه حماده القلاوي، ممتاز. بس الله يخليك يا كابتن، يعني بلغ حماده القلاوي
قول له لا يحط حاجات لا على توك توك ولا على انستجرام ولا الاسد ولا الوحش ولا الاغاني، الحاجات دي حاضر، لانه ده حكم، ده في النهايه حكم واعد، انا شايفه ما شاء الله ممكن يبقى حكم دولي محترم يعني، لكن انا كحكم احط لنفسي صور واغاني لا يا كابتن. انا اكلمه واقول لكل الحكام، هي المشكله كان حماده زمان حاطط الحاجات دي. انما نصيحه لحماده وغير حماده، طالما انت اشتغلت في المجال العام راجع صفحه الفيسبوك التويتر الحاجات الشخصيه بتاعتك كلها وشيلها، عشان انت خلاص بقيت معرض للنقد لكل الناس. طيب ارجع تاني يا رب لابراهيم لمحمد فاروق يا رب في الفتره القادمه يعني. طب ارجع للكلمه اللي حضرتك قلتها انه ابراهيم كان عامل مباراه هايله في تونس، يعني ايه اللي بيتغير يا كابتن؟ ما انا ما هتجنن بصراحه يعني بوضوحه على الهوا. ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة، وضربة جزاء سموحة صحيحة لم تحتسب. الزمالك أصلا كسبان 3 وعامل ماتش كويس والمباراة ماشية في صفه وفي سكته بشكل جيد. ليه أنا أهز الثقة في نفسي وبالتالي أهز الثقة في منظومة التحكيم كلها يا كابتن سمير؟ عشان يا كابتن قلت لحضرتك لازم الحكم، وفي بعض الناس زعلوا مني لما بقول الحكم لازم يبقى اناني في 90 دقيقه، يحب نفسه بس. نعم. انت عملت ماتش صعب في تونس والناس كلها اشادت بيك واحنا اشدنا بيك. ماتش الزمالك وسموحه على فكره سهل، اي ماتش داخل مصر مش صعب على فكره. نعم. عاوزين نشيل اي حاجه في دماغنا، ومين عنده بونت ومين ما عندوش بونت ومين ممكن ينزل ومين يطلع. انا عاوز الحكم عشان ينجح يا كابتن والله يستمتع بالتحكيم. نعم. استمتع بالتحكيم. مباراه تعدي. انت يا ابراهيم عامل مباراه ممتازه الاسبوع اللي فات، النهارده امبارح عملت مباراه عليها علامه استفهام، دي مشكلتك انت. طيب اخر حاجه اتفضل يا كابتن. انا شرحت والله، في حد تاني هيشرح العاب تانيه هو شايف اختلافي بقى خلاص. لا كلها وجهات نظر، بس انا بتكلم صوره. طيب انا اللي عايز اسال السؤال الاخير، انه في الدوري الانجليزي هدف غير صحيح سجل في شباك ارسنال اللي بينافس على البطوله متصدر البطوله طبعا. هدف لبرنتفورد كان تسلل، الخطوط اترسمت غلط. وبرايتون ايضا اظن مع كريستال او مع وستهام نفس القصه برضه، هدف غير صحيح دخل مرماهم حرمهم من نقطتين. يعني هنا نقطتين لارسنال اللي بينافس على بطل الدوري، وهنا نقطتين لبرايتون. فحصل ايه من لجنه الحكام؟ اعتذرت لبرايتون واعتذرت علنية للأرسنال، وما علمته أو ما سمعته أو ما قرأته أنه تم رفع اسم الحكم ده من حكام الفيديو. يعني ما سمعته أو ما قرأته. يعني هل لدينا شجاعة الاعتذار؟ يعني الحقيقة كلاتنبرج كان بيعمل حاجة جميلة جدا، كان بيحلل الحالات ويطلعوا لك دي كذا أم أجري أم ديس أجري. يعني هل لدينا شجاعة الاعتذار يا كابتن، وأنه من يخطئ يستبعد أو يريح شوية؟ لا. طب خلاص، شكرا.